علاش ولاد اللي لاباس عليهم كيقراو صويعهم كاملين في البريفي، ولاد الشعب شهر 11 هذا وباقي لدابا السنه الدراسيه ما بداتش. اللي عنده الفلوس راه غادي يمشي للبريفي، واللي ما عندوش الفلوس راه غادي يمشي لديال الدوله. راه عيب اللي عنده الفلوس يقري ولادو، واللي ما عندوش فين يمشي، واللي ما عندوش فين يمشي. مدرسه الدوله قال لي علاش القران قال لك هذيك تاعت الفلوس كتقري، هذه تاعت الدوله حتى حنا باغيين حقنا. حنا الا كانوا خلقوا الطبقه الوسطى وداوها ولادها دابا راها في البريفي تتقرا، هاد الطبقه الفقيره راه بغاو يعدموها. علاش الاساتذه من اللي بدا العام وهما في الاضرابات؟ علاش وزير التعليم ورئيس الحكومه ما داروا والو باش هذا الشيء يحبس؟ علاش اصلا الوزاره دارت قوانين اللي كتضر بالمصلحه ديال رجال التعليم؟ هذه راها خطه لتصفيه التعليم العمومي. وعلاش الوزاره الوصيه ما تحاوراتش مع النقابات قبل ما تحط النظام الاساسي؟ بزاف ديال الاسئله ما حدنا ما عندناش الاجوبه ديالها، ما غنقدروش نعرفوا لما نردوا اللومه. ولاش من مدرسه عادي من مدرسه، ملي جينا غنهضروا معاه قال لك هذه مدرسه الدوله. صباح الاستاذ كيقول الدري البارح من نهار ما تجيوش نتوما نهار السبت حتكون السبت ديال الاضراب، حقه هذا، ولكن نقول الاستاذ من هذا المنبر ما عندكش حق تقول التلميذ انت ما تجيش في القسم هو كيقرا وتقول لي انت ما تجيش نهار السبت. واش الدوله اللي غلطه ولا الاساتذه هما اللي زايدين فيه؟ خليك معايا حتى الاخر ديال الفيديو وغتفهم كل شيء. العائله، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنهضروا فيه على هذه المصيبه اللي طاريه في المغرب. هذه شهرين باش طلقت السنه الدراسيه وباقي لحد الان ولادنا ما كيقراوش. باش نجاوبوا على هذه الاسئله خصنا نعرفوا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. ما كاينش شي دوله في العالم كامل اللي عليها الكريدي وكتقدر دير الاصلاحات اللي بغات بلا ما يدخل فيها البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي. يعني من الاخر ما حد كنتسالك فلوس، ما حد كتسمع هضرتي وكدير داكشي اللي انا تنقول لك. خلص اولدي الكريدي اللي عليك وديك الساعه دير اللي بغيتي. صندوق النقد الدولي دار واحد التقرير واللي قال فيه المغرب بالادب وزير الشريف راه المديونيه ديالك وصلت ل 66% من الناتج المحلي الخام البي بي، يعني داكشي اللي كتدخل الدوله في عام كامل من الضرائب المباشره وغير المباشره والصادرات والسياحه وزيد وزيد. 66% منه خصنا نعطيوها للبنك الدولي الا بغينا نتفكوا من صداع. ومع بحال هاد التقارير كيجيو ديما واحد المجموعه ديال التوصيات، ديك اللعبه ديال انت ما كتعرفش تسير راسك واجي نوريك انا شنو خاصك دير باش تزير الصنطه تشيط الفلوس وترد داكشي اللي عليك. هاد التوصيات ببساطه هما اللي ممكن ديرهم اي ربة بيت ولا اي رب اسره ملي تيكون مزير. تحسين الدخل وترشيد النفقات، ماشي زعما شي حاجه. وفي الحاله ديال الدوله ملي كتكون عندها حكومه في حال هذه اللي بلانا بها الله او لا حتى هادوك اللي فتقول منها ما كاينش فرق. الكفاءه على قد الحال والنزاهه قل منها بزاف وجميلهم في الهضره عاطينا غير الشفاوي. انا ثلاثه الاولويات: التعليم، الصحه والتشغيل. حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه، الا ما قبضتهاش من هنا 2026 يجري علينا بالحجر. اللسان ماضي والدرع قاضي خلاو الناس الواله. المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. في هذه الحاله الشعب هو اللي تياكل العصا، الحكومه كتسلف والشعب كيتكلف. كضربتونا في كروشنا وفي معيشتنا وضربونا في كروشنا ومعيشنا بولادنا بزاف. انا ما كناكلوا ما نشربوا ما والو، وراه ولا الطاطا ب 10 دراهم 15 درهم وتضربونا في ولادنا تما. اكبر مصدر ديال الدخل عند الحكومه هو الضرائب. منين كيجيو الضرائب؟ من الجيب ديال المواطنين. داكشي علاش كل عام كتلقى ضرائب جداد زادوا في القانون ديال الماليه، وحتى الضرائب اللي كانوا قدام داروا واحد الاصلاح ضريبي اغلب الاحوال تزاد فيهم حتى هما. اجي دابا لترشيد النفقات. واحد من اهم الاسباب ديال هذا البلوكاج اللي كاين دابا ما بين الوزاره الوصيه والاطر التربويه ولاد الشعب هما اللي كيخلصوا في الثمن. في 2022 86 مليار ديال الدرهم كامله صرفاتها الدوله على الاجور ديال الموظفين العموميين، وهذا الشيء غير في 7 شهور الاولى ديال العام. وفي قانون الماليه ديال 2024 رصدات الدوله 74 مليار ديال الدرهم كميزانيه للتعليم. 56 مليار منها غتمشي غير في لي سالير ديال الموظفين، وهذا الرقم عام على عام غيبقى يتزاد، وهذا الشيء اللي ما مسلكش الدوله. ودابا شنو الحل؟ الحل كون كنا في شي دوله اللي فيها حكومه ديال الكفاءات ديال بصح وعارفه بان اكبر راس المال عند اي دوله هما الشباب ديالها، واحسن استثمار هو اللي ممكن دير في التربيه والتعليم ديال الوليدات. يقراو كما قرينا ونفرحوا بهم، هذوك هما الاستثمار ديالنا، هذوك هما علاش حنا كنتجاروا على قبل هذوك الوليدات.
باش غدا يكون عندنا شباب اللي قادرين يزيدوا بالبلاد اللي قدام. سورتو ان المغرب مع الاستثمارات الاجنبيه اللي ولا كيجيب محتاج المهنيين والتقنيين والاطر العليا، وبلا ما نهضروا على الخصاص الكبير اللي عندنا في الاطباء وفي المهن الشبه الطبيه. الحل هو ان الحكومه تستثمر في التربيه والتعليم ديال ولاد الشعب فما كيديروا مع ولادهم. فقره ولدي فكر نظر. حنا التعليم ما عندناش من الاصل، التعليم ما عندناش. لان علاش؟ لان الوزاره والحكومه الكبارين كيقريو ولادهم على برا. ولدي عنده 2 الاجازات، وعنده في موريال لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج. لان لو انهم عارفين، لو انهم دايرين في التعليم الخير العمومي يكون يقريو ولادهم عندنا. اصلا ولاد الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين ما كيقراوش في المدارس المغربيه، ماشي حتى في الخاص المغربي، ما كيقراوش في المدرسه المغربيه نهائيا. الحل هو ان الدوله تشوف شنو هما الحوايج اللي كيستهلكوا الميزانيه وتزير فيهم الصمت. لما تيجي تقول للناس سدوا الحزام، طب يا روح امك سد الحزام انت الاول. على سبيل المثال المعاشات ديال الوزراء والبرلمانيين، السيارات الحكوميه اللي على قد الحال، او الميزانيه اللي كتخصصها الدوله للزوايا والاضرحه. كشفت صحيفة الأسبوع الصحفي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت في ميزانية 2022 مليار و200 مليون سنتيم للعناية بالأضرحة والزوايا. واقيلا المدرسه العموميه اولى بديك الفلوس. هادشي بيان سور كون كنا في لي بيي سكونديناف. حيت سيادنا حنا في المغرب الحل هو ولا بلاتي نخلي بن كيران هو اللي يقولها لك. انا الذي قلت يجب ان ترفع الدوله يدها عن التعليم والصحه. كنظن دابا وضاحت وبين العمى، الدوله من الاخر ما بقاتش باغا تصرف على التعليم. الدعوه الى تقليص الكتله ديال الاجور. المساله الثانيه ضروره تغيير نمط التوظيف في الوظيفه العموميه والخروج من هذا النمط الى التشغيل بموجب عقود مع المؤسسات العموميه. وهذه الاضرابات اللي كاينين اليوم تصب في مصلحه المخطط الحكومي والتوصيات ديال البنك الدولي، حيت حتى اللي ما عندوش دابا غيولي حيدها من جوعه وعطشو ويقري ولده في البريفي، خصوصا ان جوده التعليم في البريفي واحسن بزاف من جوده التعليم العمومي. وهذا موضوع واحد اخر اللي جينا نهضروا فيه ما نساليوش. وهكذا العبء غادي ينقص على المدرسه العموميه، والاكتظاظ اللي كاين في الاقسام حيت الدوله ما بقاتش كتخدم العدد الكافي ديال الاساتذه حتى هو غادي ينقص. وحيت هذا الحل بوحدو ما كافيش، الدوله فكرت في واحد الحل واحد اخر اللي مسلكها غير هي بوحدها دون مراعاه المصلحه ديال الاستاذ. النظام الاساسي، دور النظام الاساسي الجديد. النظام الاساسي الجديد، النظام الاساسي الجديد، تثني على هذا النظام الاساسي. النظام الاساسي 2023 تحت وطأة نظام اساسي واحد ملحف. الحل اللي جابت الوزاره هو النظام الاساسي، واللي هو القانون اللي كينظم المهنه ديال رجل التعليم. النقطه اللي فيضات الكاس، ومن بعد ما كانوا عندنا اضرابات غير ديال المتعاقدين، ولينا دابا كنشوفوا الاسره ديال التعليم كامله خارجه في الزنقه. هذا النظام الاساسي بحسب داكشي اللي قالوا الاساتذه فيه بزاف ديال الحوايج اللي كيبينوا على سوء النيه ديال الوزاره. اولا التسميه، الاستاذ في النظام الاساسي الجديد ولا سميتو موارد بشريه. هذا النظام الاساسي عامر بزاف ديال العبارات الفضفاضه اللي خلات الامور مبهمه عند الاستاذ. الاستاذ مابقاش عارف بالضبط شنو خدمته، شنو مطلوب منه، وسيرتو شحال العدد ديال السوايع اللي خاصو يخدم. كاين من الامور الاخرى الخلافيه في النظام الاساسي الجديد المهام الموكوله لرجال ونساء التعليم. هذا النظام الاساسي غادي يمكن الوزاره انها تخدم نفس العدد ديال الاساتذه سوايع اكثر، يعني انه ممكن الخدمه ديال 3 الاساتذه يديروها غير 2، وحنا وفرنا سالير ديال الاستاذ وتقاعد ديالو وبزاف ديال المصاريف الجانبيه. وفي عوض ما كانت الدوله هي اللي كتحارب الهدر المدرسي، ولاو القرارات ديال الوزاره هما السبب الرئيسي والاول الهدر المدرسي وان وليداتنا ما بقاوش كيقراو. الفيديو ديال اللي موجود ديال الاضرابات ديال الاساتذه، والله الا طرات لي دابا واحد البلان عجيب غريب. مشيت نتقدى واحد العيبات، الدري اللي كيبيع في داك المحل صغير، بالي صغير وجهو صغير، قلت عندك من عام؟ قال لي 15. قلت له جي يا صاحبي كدير هنا؟ سير تقرا. قال لي انا كنت كنقرا في شي عروبيه حدا دكانه. قال لي ما كانوش كيجيو لي الاساتذه، قال لي كنا مره في السيمانه 2 مرات في السيمانه. قلت له ويلي. قال لي والله الا ما، قال لي 4 سنين. قال لي صافي اغلبيه الدراري خرجوا. ويلي. قال لي والله الا هادشي اللي كاين. هذا عجب، لانه الاضراب ما كانوش طول العام. ما عرفتش في البوادي كيفاش داير الامور، الاساتذه اكدوا لي كيفاش دايره الوضعيه تما. ولكن كتشوف سبحان الله المشكل كيأثر على بزاف الناس بلا ما بزاف. في نظري التعليم والصحه ما خصهمش يبقاو في اليد ديال وزير منتخب، حيت كلنا عارفين السياسيين ديال المغرب شنو كيسواو، مسكيه بمغرفه وحده وليس في القنافذ املس. ما كرهتش التربيه والتعليم يولي وزاره سياديه يكون فيها التعيين المباشر من طرف الملك الوحيد اللي كنثقوا فيه في هذه البلاد. وزير تكنوقراطي يكون عنده الكفاءه وتعطاوه الصلاحيات اللي غيمكنوه
انه يعتق قطاع التعليم. راه المركز ديالنا في الترتيب العالمي والله حتى كيحشم. راه عندنا في 2023 33% ديال الاميه، يعني ان كل 3 ديال المغاربه واحد فيهم ما كيعرف لا يقرا لا يكتب. المغرب يطمح في أفق 2026 تقليص نسبة الأمية من 32% لتصل إلى 10%. طموح اعتبرته الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحديا تهدف من خلاله القضاء على الأمية في البلاد. غادي نختم هذا الفيديو بواحد السؤال وبغيتكم نتوما تجاوبوا عليه في التعاليق. علاش المديونيه تزادت حتى وصلت ل 66%؟ شنو دار بهذه الفلوس كامله؟ واش انت ولا انت وصلاتك شي حاجه من هذه الفلوس؟ العائله الحلقه ديال اليوم سالات. الله يدير التاويل ديال الخير ونشوفكم في الفيديو الجاي. الله.